السلام عليكم شباب، شاكر خارج لكم فيديو وياكم جديد. اوكي شباب، طبعا بالفتره الاخيره طلعت هواي اشاعات على راما الركابي، واكيد انه ما حد منكم يدري انه انا كنت ايد راما الركابي. طبعا كنا شفنا الفيديو مال سامر جرماني وانقهرنا عليه، مثل ما شفتوا بالفيديو بقى يبكي ويتنعوص علينا. انا سويت عليه فيديو وقلت يعني خطيه وهيك شيء، واني راح اصير وياه، وتقريبا بعد يومين او هيك رجع نفس المحتوى بشخصيه بنيه، بسكن بنيه. ويعني انا شفت فيديوهاته انه رجعت هبطت وحذفت الفيديو، لان هسه يجون بعض المتابعين يقولوا ها شنو هاي انت هسه لا تحكي عليهم، ذيك مره صرت وياه ماكو. فهو ذي الكلب يا اخي ما ينعوج. يا جبت العيد هو ذي الكلب ما ينعدل ابد. اوكي شوفوا هذا القبض على راما الركابي. حتى شفت فيديوهات باليوتيوب انه بحشا يرقص هذا وراها. حتى شفت فيديوهات باليوتيوب انه هو يعني انسجن. اوكي القبض على مطلوب راما الركابي في سيطرة الرميلة. يعني انت شوف احد الفيديوهات. اوكي ما حد عبر فوقي رصاص محمل عتوقي، انا المملوح لشروقي كبر. يعني ديش مرة طلع باللقاء قال انه عمري 13 سنة. 13 سنه وشوف شو مسوي، يعني دو يكبر شو يسوي؟ يعني 13 سنه وداق وش من رقبته لحد نهايه ايده. يا اخي قلت لك هي عندها اهل، انه مو تقول هي يتيمه وما حد يحاسبها، بس الوضع اختلف بالسنوات اللي فاتت. يعني انه قامت الواد متخلف، اطلع بالشارع، خلي الشارع يربيك. اوكي طبعا شوف هذا ما ادري شنو هو، نمجا ما ادري هو ما ادري تاي وشو صار. خان شكو يا اخي تلعب نفس من ذني اللي صار شكو على راس المربع شنو يصورون انه اوكي شو راح يسوي؟ لا راح يسوي شيء عظيم، دير بالكم شو راح يسوي يا ستار. دقيقة شوف طفرة الكنغر، سوانا طفرة الكنغر. شوف انا عبار راح يسوي له انجاز، راح يفيد المجتمع، راح يفيدنا. هاي المواهب تستحق الدفن. جيسو يعني انت مثلا يا اخوان عتابي مو على هذا، على هذني اللي شكو المن محجبات انت اصلا. اوكي طبعا نحكي على مصطفى الحجي. وصلنا لمصطفى الحجي. طبعا اكيد كلكم تعرفون مصطفى الحجي، وقبل كل شيء لا حد يجيني ويقول لي انه انت دائما تحط رياكشناته بالفيديو. طبعا انا احط رياكشناته بالفيديو للضحك لا اكثر، يعني بس جزئيه بسيطه، يعني بس مال غطوا او هيك شيء. اوكي هنا مصطفى الحجي انه مطلع مشروب وشوف ايش راح يحكي. اوكي سلوان موميكا رجعنا حزب البعث، لكن انت مو بكتابي الامام علي توصلوا لي اياه. هذا سلوان موميكا لك هذا مصطفى الحجي وباسم الرب يسوع المسيح، انت بكتابي الامام علي. هذا شمبانيه طبعا هنا مصطفى الحجي هذا قام يمضرط بها قوسين. يا اخي ما ادري شلون احكي كلام. شوف هو مو محترم ما احترماني، اذا واحد محترم انا احترمه، لا تقول لي واحد ليش تغلط او هيك شيء. طبعا ما اقدر اكمل الفيديو لان الفيديو كله بعد غلط وفشار. المشكله مو هنا. شوف شنو المشكله بالتعاليق. التعاليق تقريبا فوق النص عراقيين، اكيد كلهم يتابعوا عراقيين ماكو غيرهم. شوف هاي اول تعليق تقول له ذهب، يعني هو راح يفشر يبقى انت شنو ذهب يعني مثلا على شنو؟ والله انت شرف من حكومه طلاسم هاي لو شنو اسمه زعيم، عود يقصد والله انت اشرف من الحكومه. حجي انت علم. ايش في يعني انت ما جاي تشوفه لو شنو؟ بس انا جاي اسمعه يفشر لو شنو؟ طبعا هو طالع هواي فيديوهات انه يهين الشيعة ويهين الدين الاسلامي. شوف التعليقات كذا ضحك. على وش تضحكون؟ على الفقر اللي انتم بيه؟ اي طبعا اذا هيش تفاعل عنده طبعا يستمر، بس اذا ما حد يشاهد فيديوهاته باع عافية عليك، عاشت ايدك. كفو ضحك كفو. شوف انا من الناس اذا محتواي تافه مثلا لا سامح الله، طبعا اذا اشوف ايش تفاعل اظل استمر بهذا المحتوى تافه، لان شو اسوي بالمحتوى يعني هسه تقدر تقول انه صوت 90% من المتابعين صار لي ساعه قلب التعليقات 360 تعليق ما شفت لي ولا واحد صاير ضده. هاي البنيه اللي قدامكم راما الركابي دمرت السوشيال ميديا وراح تكون سبب دمار جيل كامل اذا ما وقفناها. يعني انا بس اريد افهم انت شنو مستفاد منها حتى تتابع. لا عندها محتوى ولا فايده الناس ولا عندها كلمه، لا وفوق كل هذا اكو هواي ناس يدافعوا لها. هم اساسا جماعتها عافوها بس ظهرت حقيقتها. لازم يا جماعه ندعم المحتوى الاصلي والحلو ونتخلص من المحتوى الهابط. فاللي اريده منكم ادعموني. لا طبعا شاقة حتى لو تدعموني، بس يعني اهم شيء تقللون من مشاهدة المحتوى الهابط، انه المحتوى الهابط بس تشاهده للاخير يصعد، يعني كل ما تشاهده للاخير يصعد. فشوف محتوى هابط قبل مرر وعافية عليك. والله العظيم قاعدة وياكم حلوة، بس انا نام من وقت بعد نص ساعة. لا هو نص ساعة ما اطيح انا انام. هاي شنو؟ وطبعا هناك وصلنا لكم هذا الفيديو، وذا يعني تأيدوني بالرأي اكتبوا لي بالكومنتات، ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة يا شباب.
سيو. شي هذا مو طبيعي.